السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات الأهلوية في الريف. صباح الفل على الغاليين، صباح الفل على الأهلوية الجامدين، صباح الفل على المنتصرين والفايزين، صباح الفل على اللي راكبين الدوري ومدلدلين. دي كانت ليلة حمراء بأمانة. امبارح كانت ليلة حمراء. امبارح ايه ده؟ من ساعات قليلة جدا النادي الاهلي كان عامل سهرة كروية رمضانية قوية جدا. مليون مبروك للنادي الاهلي، مليون مبروك لإدارة النادي الاهلي، مليون مبروك لجماهير النادي الاهلي، الجماهير الوفية العشقة اللي محدش هيقدر يديها حقها ولا يوصف قد ايه جمالها ولا يوصف قد ايه هي بتقف وتساند النادي الاهلي. هي اللاعب رقم واحد، هي كل حاجة، هي الدافع، هي الوقود. شفنا النادي الاهلي بيعمل ايه قدام المحلة، شفنا النادي الاهلي اسود عايزة تكتسح المحلة. شفنا نادي الاهلي امبارح كل لعيب نازل عايز يراضي الجماهير اللي موجودة في الاستاد، عايز يقول للجماهير انا ليا الاحقية ان انا ارتدي تيشيرت النادي الاهلي. اللعيبة امبارح عملت مباراة جامدة جدا. اللعيبة امبارح تحس ان هي جعانة، جعانة كورة. اللعيبة في مباراة المحلة تحس ان هم فرقة تانية، تحس ان هم اسماء تانية، تحس ان هم نجوم تانية، تحس ان النادي الاهلي عمل صفقات جديدة. انا معرفش الجمهور عمل ايه في النادي الاهلي، الجمهور عمل ايه في لعيبة النادي الاهلي. عموما احنا سعداء جدا بالمستوى اللي وصل ليه النادي الاهلي. مليون مبروك للنادي الاهلي الفوز. النادي الاهلي عمل مباراة ولا احلى ولا اروع ولا اجمل من كده. بصراحة انا مبسوط، انا مش لاقي كلام اقوله، انا مش عارف اجيب كلام يعبر عن فرحتي ازاي بمستوى النادي الاهلي وبالفوز على المحلة امبارح 3-0. النادي الاهلي امبارح الجون الاولاني بنيران صديقه، لكن بالضغط الشديد جدا من النادي الاهلي طول المباراه ومن بدايه المباراه، والضغط من من عند منطقه جزاء غزل المحله، واللي اسفر عن الخطا في الهدف الاولاني والهدف الثاني. علي معلول كعادته مش هنقدر نقول فيه اي شيء. علي معلول من اول ما جه النادي الاهلي تحس ان هو يعني دايما متجدد، دايما شبابه متجدد. مش عايزك تقول في حقه تلت التلاتة كام. علي معلول كالعادة بيحرز الهدف الثاني للنادي الأهلي وبيقول للكل أنا أقوى صفقة في تاريخ النادي الأهلي جت في خط الدفاع الخلفي للنادي الأهلي. أنا كبير هدافين الخط الخلفي للنادي الأهلي، بل يمكن بنافس على كبير هدافين الناس المغتربين اللي جم النادي الأهلي أو المحترفين اللي جم النادي الأهلي. وبلاش كلمة مغتربين لأن علي معلول مش مغترب. علي معلول من يعني يعتبر مصري. علي معلول واحد مننا. علي معلول أصبح أهلاوي مصراوي خالص خالص خالص. مليون مبروك للنادي الأهلي الفوز. النادي الأهلي بكده ركب الدوري ودلدل رجليه. عايز أقول لكم على حاجة، إن النادي الأهلي بالثلاثية ديت عمل إيه. النادي الأهلي النادي الاهلي بثلاثيه عبر المحلويه، والنادي الاهلي بثلاثيه اكمل السهره الرمضانيه وخلاها احلى سهره. طبعا احلى سهره رمضانيه هي فوز النادي الاهلي. الاهلي بالثلاثيه اوجع قلوب الزلنطحيه. ده مش وجعها بس، ده حرقها وولع فيها وعمل شياط في اماكن تانية. اللهم انه صايم. الاهلي بالثلاثيه جاب جلطه للمطبلطيه بصراحة يعني. الأهلي بالثلاثية عمل حرقان لبتوع المصطبة اللي بيطلعوا كل يوم على قناة البليلة عشان يجاملوا صاحب العزبة، عشان يجاملوا صاحب العزبة بالكلام. لكن هم عملوا عنده جلطة امبارح. جمهور لعيبة النادي الأهلي بالفوز بالثلاثية حتى وجعوا قلب الغندور والضلالية. الأهلي بالثلاثية ركب الدوري ودلدل رجليه يا عينيا. تعالوا بينا بقى نطير من النادي الأهلي اللي فاز وأمتع الجمهور امبارح وأمتعنا، وقدر إن هو يفوز ب3-0 على المحلة ويقول للدوري خلاص بإذن الله الدوري اقترب كتير جدا 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 من النادي الأهلي ومن الجزيرة. ومهما حاول
اتحاد الكورة انه يجامل نادي الزمالك. نادي الزمالك خلاص الموسم بالنسبة له منتهي، بالعكس ممكن ينتهي بكارثة، وهقول لكم كارثة ازاي. مهما حاول حكام مصر وحكام الدوري ان هم يحتووا نادي الزمالك، خلاص بقول لهم فينش، باي باي. النادي الاهلي ركب، والنادي الاهلي لما بيركب بيدلدل رجليه، وان شاء الله محدش هيحصله، وباذن الله الدوري في الجزيره السنه دي. مليون مبروك للنادي الاهلي، مليون مبروك لعشاق النادي الاهلي، مليون مبروك لكل من ينتمي للقلعه الحمراء، مليون مبروك للكابتن محمود الخطيب. يا اخي انت مش عارف ربنا سبحانه وتعالى دايما بيديك، ودايما سبحان الله ربنا بيبقى واقف معاك، بيقلل من الناس ويحط من الناس عشان قلوبها السودة، وانت بيعلي فيك عشان ضميرك وقلبك الابيض. النادي الاهلي يا جماعة يعني السنة دي بيفرح فعلا جماهيره، لكن انا عايز اقول الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى للجمهور، اللي لما بيكون في المدرجات كل لعيب بيجيب اخر ما عنده، كل لعيب بيحاول يراضي كل الجماهير اللي موجودة ديت، يا اما خوفا من الجماهير، يا اما حبا في الجماهير، يا اما بتتفجر الطاقات داخل اللاعب بسبب هتافات الجمهور الاهلاوي اللي ما بتهداش طوال المباراة. بصراحة جمهور النادي الاهلي يستحق كل التقدير وكل الشكر، كل كل الكلمات الحلوة اللي ممكن تتقال على جمهور النادي الاهلي. اعظم جمهور في الكون فعلا. النادي الاهلي فريق كبير، النادي الاهلي فريق عظيم، اديله عمري وبرضه قليل فعلا. زي ما جمهور النادي الاهلي بيقولوا، زي ما التالتة شمال بتقول، النادي الاهلي هو كل حاجة، النادي الاهلي هو الزعيم، النادي الاهلي نمبر 1، النادي الاهلي الكبير القارة الافريقية، النادي الاهلي هو زعيم الكرة المصرية، النادي الاهلي هو نمبر 1 في كل شيء. الحمد لله، مبروك الفوز على المحلة. اعزائي المشاهدين تعالوا بقى نطلع لنادي الزمالك. زي ما المحلة رفع سقف وعرش النادي الاهلي اكتر ما هو كان مرتفع بالثلاثية في المحلة، ارتفع اكتر وزيادة، وبدأ النادي الاهلي يرفرف فوق بعيدا عن الجميع. برضو نادي المصري بيزود جراح نادي الزمالك، وبالثلاثية اللي متعودين عليها بيدوس عليه نادي المصري وبينزله للقاع. نادي الزمالك يا جماعة حد يلحقه، نادي الزمالك بيغرق، نادي الزمالك وصل مرحلة البقبقة، وصل مرحلة الرغرغة، وصل مرحلة الايه، خلاص بيبقلل، مرحلة البقللة، اسمها مرحلة البقللة. نادي الزمالك وصل مرحلة البقللة بالتلاتة يا حبيبي، بالتلاتة. انت تشيل بالتلاتة لكن انا ادي بالتلاتة، انت تشيل بالتلاتة انا ادي بالتلاتة. انا الاهلي، انت مين؟ انت الزمالك، يبقى خليك. نادي المصري البورسعيدي حط عليكم، نادي المصري البورسعيدي بهدلك يا سيدي، نادي المصري البورسعيدي كسرك يا سيدي، نادي المصري البورسعيدي بعتك لاخوك بتاع الاسماعيليه ابن عمك عشان تبقوا انتوا الاتنين مع بعض. نادي المصري داس عليك، نادي المصري رغم العهر التحكيم اللي كان موجود، رغم الاحتواء، رغم الحاجات اللي حاول بكل الطرق اتحاد الكوره يجامل بها نادي الزمالك ويقول له احنا هنسندك عشان تاخد اي مركز تروح بطولة افريقيا، الا ان النادي المصري انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد، يدوس على نادي الزمالك وينزله اكتر واكتر ويزود جراحه اكتر واكتر. حسام حسن الراجل، ابن الراجل اللي من ظهر الراجل، اللي ما بيخافش من اي حد، فضح الدنيا، فضح منظومة التحكيم، فضح منظومة اتحاد الكورة، فضح الفجور اللي كانوا بيعملوه مع النادي المصري ومبهدلين النادي المصري عشان خاطر يدوسوا عليه، عشان خاطر الزمالك تعبر عن طريق النادي المصري. لكن سبحان الله، انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. حسام حسن قدر يقلب الترابيزه على الكل بتغييراته الموفقه ولاعيبته اللي كان عندها اصرار ان هي تكسب، وبعد ما كانت مهزومه 2-0 تعمل رومونتادا وتقدر تفوز 3-2 وتدعك الزمالك دعك بالثلاثيه
ومحدش يزعل مني، الزمالك تحت، الزمالك منهار، الزمالك مفيش، الزمالك يعني خلاص قمته طولت قوي. الزمالك ديت الهزيمه رقم 11 ليه في الموسم. تخيل فرقه الهزيمه بتاعتها 11 هزيمه في الموسم، ويطلع لك اعلامي بلياوي كده، بلياوي كده ملوش صنف اللازمه، يطلع يقول لك ده الهلال السوداني فرقه ضعيفه، ولو لعبوا حرس الحدود هيغلبوا. يا اخي طب الهلال اضعف من فرق الدوري كلها؟ ده انت يا راجل ايه رايك يا غندور وانت راكب الحنطور وعمال تلف على فرق الدوري، عماله تلطش لك وتديك على وشك وتديك على قفاك اتهرى ووشك اتهرى، نديك فين تاني؟ قول لي بس نديك فين تاني؟ كل فرق الدوري تعدي عليها تديك فين تاني يا غندور؟ مفيش فرقه في الدوري اسمها ما علمتش عليك، ما عملتش قفاك اللي ورم وبقى اعلى من وشك، وانت طالع تقول لي الهلال السوداني اضعف من حرس الحدود. الهلال السوداني اللي اضعف من حرس الحدود؟ يا اخي انت بتدين نفسك، انا مش عارف ليه. الهلال السوداني اللي اضعف من حرس الحدود دوت طالع من المجموعه وهو كان يكفيه التعادل ويصعد بدل من النادي الاهلي، طالع ومعاه 10 نقط، وكان بينافس على بطاقة المركز الأول وهو في السودان، وبعدين نافس على بطاقة المركز الثاني وهو في القاهرة لغاية آخر لحظة في المباراة. إنما أنت طالع حصالة المجموعة في بطولة أفريقيا، وماشي زق وعمال تنزل، لما أنت هتندفس في الطين في الدوري الممتاز، ويمكن تبقى كارثة زي ما قلت لكم، ونجيب الزمالك من دوري الدرجة التانية ونشوفه بيلعب في دوري الحرافيش، مرة يروح لك سمنود، مرة يروح لك الخياطة في المنصورة، ممكن مرة يروح مشتول السوق يلعب فيها، او مرة يروح يلعب فرقة من راس الخليج ولا حاجة. انا معرفش، الزمالك السنة الجاية ممكن نبص نلاقيه بيلعب في دورة راس الخليج ولا حاجة. عموما نادي الزمالك نادي المصري زود جراحه، وعلى فكرة انا بقول لكم نادي الزمالك اللي محتفظ برقمه في موسوعة جينز العالمية، الزمالك كأكبر نادي او اكتر نادي فاز بالمركز الثاني في بطولة محلية او بطولة الدوري الممتاز في بلده، هو نادي الزمالك اللي قدر يحافظ على المركز الثاني، دخل بيها موسوعة جينز العالمية. انا بقول لجماهير نادي الزمالك مليون مبروك. نادي الزمالك بينافس حاليا على مركز جديد رغم الهزايم ورغم الحالة السيئة لنادي الزمالك، الا ان برضو نذكر الحاجة الحلوة اللي موجودة لنادي الزمالك. نادي الزمالك بينافس دلوقتي على مستوى العالم انه يكون اكتر فريق واخد تلاتات. يا ابو تلاتة 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 يا ابو تلاتة، انا مش عارف، كل يوم تلاتة، كل يوم تلاتة، من هنا تلاتة ومن هنا تلاتة ومن هنا تلاتة، انا مش عارف اقول لكم ايه. حسام حسن بقى في المؤتمر بيقول ايه؟ حسام حسن لما طلع في المؤتمر طلع ذكي جدا، خد بعضه وراح المؤتمر عشان ما ينحطش عقوبات على نادي المصري، وفي نفس الوقت ما قالش اي حاجة عن المباراة غير اول ما طلع قال حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ظلمنا واللي بيظلمنا. وادي انتوا شايفين المباراة، ضربة جزاء زي ديت ما تتحسبش، لا يا كابتن حسام، ضربة جزاء زي ديت لو واحد بيحسس كده او بيعمل بالسمع يا كابتن حسام يحسبها ويبقى فيها بلاغ للنائب العام كمان، مش ضربة جزاء وبس، ده يعمل بلاغ للنائب العام كمان على اللي حصل مع اللاعب في منطقة جزاء نادي الزمالك. تاني حاجة حسام حسن قال لك هنفضل لحد امتى والمنظومة معمولة كده؟ عرفتوا الفار متشال ليه؟ عرفتوا مش عايزين يشغلوا الفار ليه؟ عرفتوا الفار بعيد ليه؟ عرفتوا اتحاد الكورة مش عايز الفار ليه؟ عشان كده. لكن هتجامل نادي الزمالك على حساب مين؟ على حسابنا احنا؟ على حساب مين بالظبط؟ عموما يا حسام يا حسن، انت دست في المباراة وقدرت ترجع من بعيد قوي بعد ما كنت مغلوب 2-0، قدرت ان انت تدوس عليهم وتغلبهم 3-2. بأمانة ربنا كان موجود معاك، انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد. هما بيحاولوا ان هما يعملوا اي حاجة عشان يساعدوا فرقة على قصاد فرقة،
وده مش كويس. وانا ما بقللش من نادي الزمالك ولا حاجه، نادي الزمالك كبير ومش محتاج مساعده من اي حد، ولكن نادي الزمالك اعتمد على مساعده الحكام، عشان كده اللعيبه ما بتلعبش، عشان كده اللعيبه عمرها ما هتأدي في المباريات بالشكل المطلوب منها. عشان كده بنقول يا جماعه مشوا العدل، عشان كل فريق يعرف ان هو مش هو اللي هيخدم نفسه بنفسه، عشان كده اللعيبه تعمل. لكن تقول ايه لاتحاد الكوره اللي مصر يبوظ المسابقات ومصر يبوظ الكوره في مصر؟ حسام حسن برضو في المؤتمر قال لك قال لك انا لو باللعب انا كنت اقدر افوز 4 و5 و6، او النبي عم حسام فكرهم بالسداسيات، فكرهم بالستة بتوع النادي الاهلي، فكرهم بالسداسيات والخماسيات اللي كانوا بيتهزموها والرباعيات، فكرهم. اصل الناس دي بتنسى هم عموما دلوقتي بينافسوا على لقب اكتر فريق في العالم واخد ثلاثيات. يا ابو 3 يا ابو 3 يا ابو 3 يا ابو 3. عموما اعزائي المشاهدين، مليون مبروك للنادي الاهلي، مليون مبروك لعشاق النادي الاهلي. النادي الاهلي ركب ودلدل رجليه، واللي يقدر يحصلني يحصلني، اللي يقدر يحصلني يحصلني. شكرا اعزائي المشاهدين لغايه كده وبس. برجو قبل ما تطلع انزل اعمل لايك واعمل شير عشان الحلقه ديت توصل كل الاهلاويه المبسوطين الفايزين. النادي الاهلي دايما كل سنه وانتم طيبين. النادي الاهلي دايما بيعيد على جماهيره، دايما بيكرم جماهيره في رمضان. النادي الاهلي شكرا. النادي الاهلي قبل ما اقفل عايز اقدم شكر للعين الحلوه الجميله لخبير نادي الزمالك الكابتن فيريرا، على انه شد انتباه النادي الاهلي لمروان عطيه. احلى واجمل واقوى صفقه النادي الاهلي ابرمها هي مروان عطيه. شكرا للزملكاويه، شكرا لفيريرا. برجو من اللي بيسمعني لغايه دلوقتي ينزل يعمل لايك وشير عشان خاطر الحلقه توصل لكل المبسوطين، كل الاهلاويه. كل سنه وانتم طيبين. واللي بيسمعني لاول مره ينزل بسرعه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد من قناتكم، قناه الاهلاويه في الريف. شكرا اعزائي المشاهدين، والى ان التقي بكم في حلقه قادمه اخرى بانتصار جديد اخر للنادي الاهلي. لكم تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.